سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم المبرجه بكامل اسرار نجاحها باش تجيكم طريه من الداخل، تجيكم مقرمشه من برا، يعني تجيكم بزاف بنينه. تبعوا معايا الوصفه للاخير، نعطيكم كامل اسرار نجاحها. قبل ما نبدا الفيديو البنات، نتمنى منكم تدعموني بجمع كومنتير واشتراك في القناه باش تلحقكم كامل الوصفات اللي نحطهم. نبداو على بركة الله. هنا نديرو تلت كيلات تلت كيلات سميد. شوفوا كيلت بهذا، درت سميد متوسط. انا استعملت لا مارك ماما، يعني ما عجبنيش صراحه. كنت بكري ندير به يجي بيض على هكا. هاد الخطا كنت تشوفوا اللون تاعو جا شويه كحل. تقدروا دي كاين عمور، كاين يعني كاين دي مارك شابين. هاد التلت كيلات نديروا لهم تلت كيلة تلت مغارف كبار تاع فارينة كيما راكم تشوفوا، ونديروا لهم مغرفة كبيرة تاع العسل. نخلطوهم هكا مليح النواشف، ونديروا كمية تاع الملح بيان سور باش تجينا مالحة. بعد ما خلطنا هادوك النواشف زدت لهم كيلة تاع زبدة وكملتها زيت، يعني زبدة وزيت. انتي لا عندك السمن ديري هذيك الكيلة، ديري نص سمن ونص زبدة وكمليها بالزيت تجي بزاف مليحة. نبقاو نبسو هكا فيهم بيدينا، ونحاولوا ندخلوا مليح هذيك الزبدة في السميد، حتى يعني نحسوا السميده تاعنا نحسوا يعني الحبه شغل تنفخت من الزيت، ما تبقاش هكا يابسه. فهمتوني؟ شوفوا كيف بقيت ندير فيهم وشغل نحكهم مليح مليح بيديا. كما كنت تشوفوا هنا خليتها ترتاح واحدة ربع ساعة هكا، ومن بعد عاودت وليت ليها. هنا زدت لها نص باكيت على ليفير، وبديت وزعاودت خلطها مليح مليح كما راكم تشوفوا. خطوة مهمة انكم تخلطوها مليح قبل ما ديروا لها الماء يعني. ومن بعد زدت خليتها ترتاح شويه، بيان سور تغطوها كي تخلوها ترتاح. ومن بعد جبت هنا كيله خلطتها حليب وشويه ما زهر، وبقيت ندير في هذيك اللم فيها يعني بهذاك الحليب والما زهر. شوفوا كيما راكم تشوفوا ندير نرش ونخلط يعني ما المبرجه ما تسحقش تعجنوها، يعني هكا شغل تفتلوها برك. فهمتوني؟ ما تسحقش عجين ولا، يعني انا نرش ونلم. حبيت نوري لكم يعني كامل تفاصيل، خاطش كاين بزاف ناس ما تنجح لهمش، كاين اللي يجيهم يابسه وكاين اللي يجيهم يعني تتفتت بزاف درجه ما يقدروش يطيبوها وكامل. شوفوا البنات هنا خليتها ترتاح، غطيتها بصاشي بيان سور، ورحت للغرس تاعنا. كل واحد وش يقول له، احنا نقولوا له الغرس. درت له مغرفه صغيره تاع قرفه، ودرت له الزيت والماء زهر، وبديت نعجن فيه. طبعا البنات هنا راهي كميه تاع غرس بزاف كبيره، راني درت كيلو كومبلي. انا درتو يعني باش يبقى لي، باش كي نحب نعاود نلقاه واجد. 8 ايام ما ديريش كيلو كومبلي، ديري يعني قل من نص، خاطش الكميه تاع العجين اللي درتها ماشي كبيره بزاف. شوفوا البنات هاد الغرس يعني نوعيه شابه اللي شريتها، يجي معجون وما يتسحقش تفوار، ماشي كيما الغرس اللي كنا نشروه بكري كان يابس لازم تفوريه وكامل. انا ما فورته ما والو، كيما راكم تشوفوا عجنته هكا مليح. درت له شويه زيت وشويه قرفه وشويه مزهر، وخرج لي يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما خليت العجينه تاعي ارتاحت وشربت لي هذاك الحليب والمزهر، عاودت وليت ليها وعاودت شمختها، وبقيت نزيد لها في المزهر والحليب. يعني ما تكتروش بزاف المزهر، ديروا غير قسمين السم لكم، كتروا الحليب على المزهر. وبقيت
لم فيها. البنات تقدروا تلموها بالماء عادي، بصح بالحليب افضل وافضل. انا نحبها بالحليب، تجيني يعني تجيني بنينه على تاع الماء. كيما راكم تشوفوا، شوفوا القوام كيفاه تجي، يعني تجي شويه مطلوقه. ومن بعد حالا يعني ما خليها لا ترتاح لا والو. نحكم هذيك العجينه نديرها في البلاطو، يعني في سنيوه تاع الفور كانت عندكم، ولا هذيك السنيوه نغلفها في بساشي كيما راكم تشوفوا، ونبقى نحلف هذيك العجينه فوقها. هذه طريقة جديدة صراحة، ماشي تاعي، شفتهم يعتمدوها يعني في لي ريزو الاخرين، قلت ولا غير نبارطاجيها معكم بالك تعجبكم. انا ولا غير صراحة هذه اول مرة نسي هذه الطريقة، مداريا ندير الطريقة التقليدية تاع نعجنها ونعجن كل وحدة وحدها، نحل عفوا كل وحدة وحدها، ونزيد نحل بين زوج ساشيات، ونزيد نحل التمر وحده ونديرها في الوسط، وندير الاخرى فوقها كيما كاع نديروها. هذه الطريقه عجبتني، وماشي يعني تمتم ديروها وما توسخلكش الحاله وما تغنجقيش، تمتم تكمليها. شوفوا تحلوا هذيك العجينه وحدها، ومن بعد تكونوا حليتوا هكا شويه بيدكم برك هذاك التمر، وتبقاو تمشوا فيه هكا فوق العجينه. انا صراحه عجبتني الفكره وجتني سهله، تمتم كملتها ماشي مضريا، وما تخليلكش بزاف حواف كيما نحلوها بيدينا، اللي تخليلك بزاف حواف وبعد نعاودو نفتحوهم ونعاودو نديرو العجينه. وهو من المستحيل يتعاود يتنحى الغرس 100% على العجين، وبعد الحبات الاخرين توجور ما يجوناش شابين، يعني العجينه تاعهم تجي شويه مخلطه مع التمر. تسمى هذه الطريقه ما تخليلكش كاع بزاف الاطراف. شوفوا بقيت ندير هكا في الغرس فوقها ونمشي حتى سقمتها كامل، ومن بعد زدت هكا فتت فوقها هكا العجينه باش تجيني فاسيلمون تمشي، خير من نحطها عجينه كومبلي. فتتها فوقها وبقيت نسقم فيها هكا كيما راكم تشوفوا بيدي. سيوها هذه الطريقه وطوني فيها رايكم، صراحه بزاف هايله. تبقاي غير ديري هكا تغلقي في الفراغات بالعجين وتمشي فيها بيدك. وهنا العجينه راهي نشفت لي شويه، كون زعما كانت كيما درتها مع الاول تجيني فاسيلمون، يعني تفتح فاسيلمون. ما حبيتش نحذف المقاطع البنات باش تشوفوا بالتفصيل، يعني الطريقه بالتفصيل وتشوفوا مليح كيفاه درت. وبعد هنا بديت نسوي فيها هكا بالكوبات. ومن بعد ما سويتها نقلب هذيك العجينه، نحي الساشي وشوفوا كيفاش جاتني، بسم الله ما شاء الله. انا هنا فقط البنات انا جاتني يعني شويه خشينه، وانا ما نحبهاش خشينه، كاين اللي يحبوها خشينه اقسميها ديريكت. انا حليتها شويه بالحلال خاطر نحبها رقيقه. وما تنساوش راني درت فيها نص باكي لا ليفور، تسمى راح تزيد تخشن لي فوق النار. على هذه زدت جوزت عليها هكا شويه بالحلال. عاود سويتها هكا مليح، سقمتها كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حكمت هذا الطابع هذا تاع الام الكريمه، ربي يحفظها اللي ديته من عندها، يعني باش يسهل لك الطريقه، تقعدي تقطعي بالموس تضيعي الوقت وما يخرجولكش الحبات قد بعضاهم. شوفوا هذا فيه 4، يعني تكمليها تمتم صراحه ما خضت ليش كامل الوقت. نقطعها كامل هكا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد اللي بقاو لي نقطعهم بالموس معليش. ومن بعد نطيبها على نار قليله، طبعا ما ديروهاش على نار خشينه، يعني ديروها على نار قليله. نحكم بول صغير ندير فيه وندهنها من فوق ومن تحت كي نقلبها، وشوفوا كيفاش تجيني محمره، تجيني مقرمشه طريه بزاف بنينه. نتمنى تجربوا الوصفه ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.